أهلا أهلا ووصفة جديدة من وصفاتي معكم. خبز الحليب المكثف المحلى. يلا مع بعض نبدأ. بحوض العجانة راح أضيف الحليب السائل. كل المقادير راح تنكتب لكم بالكومنت وصندوق الوصف. وراح أضيف الخميرة ومعها الحليب المكثف المحلى. شغل العجانة ونبدأ بإضافة الدقيق. نحط الدقيق بالتدريج ومعها الملح. عجنتها تقريبا 4 إلى 5 دقائق. راح أبدأ الآن أضيف الزبدة. عجنتها تقريبا من 7 إلى 8 دقائق. الآن راح أختار التخمير وراح أخليها تخمر تقريبا ساعة. بعد ما خمرت العجينة تقريبا أخذت لها 40 دقيقة إلى ساعة. قطعتها إلى كور على حسب الحجم اللي أنتم تبون وخليتها ترتاح 10 دقائق. وبعدين راح أفرد كل كورة بهالشكل على شكل مستطيل. فردتها مثل ما أنتم شايفين بهالشكل. الآن راح نمسك الطرف اللي من هنا ونبرمها تطلع معي بهالمنظر. الآن راح نثني الأطراف بهالطريقة لين النص من الجهتين اللي انتم شايفين كذا. خليها تلتقي. وضحت لكم. وبعدين نمسك الطرفين ونلزقهم كذا على بعض. أنا أشتغل بيد واحدة عشان يوضح لكم التصوير. وبعدها بعد ما نسكرها راح نمسك العجينة ونبرمها بهالشكل بحيث انها تتماسك. ونرجع مرة ثانية نفردها. نصفها بصينية بهالطريقة ونغطيها ونتركها تخمر أقل شيء 30 دقيقة إلى ساعة. دهنت الوجه بالبيض المخفوق وعليها أي نوع حبوب أنتم تفضلون. أنا استخدمت النوع هذا جدا لذيذ مع المخبوزات. وكتروا. سخنت الفرن الكهربائي من فوق ومن تحت. اخترت خيار البيتزا وخليها تقريبا 25 دقيقة. طلعت الصينية من الفرن وهي حارة. راح أخلط هنا خليط ما بين الزبدة نطلعتها بدرجة حرارة المطبخ وشوية عسل. حركهم مع بعض وأدهن الوجه. ندهنها مثل ما قلت لكم وهي حارة. نخليها تتشرب وتبرد شوي. وبعدين عليكم بالهني والعافية. ودي توصلكم فعليا الريحة. اللي ما جابت راسه الفيديوهات السابقة بيجيب راسه هالفيديو. شوف بس شوف العجينة وشلون. تبارك الرحمن. هو ريحة هو لون هو طعم. شيء خرافي.